سأحدثك يا أحمد عن خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد اتفق النسابون أن نسبه الشريف ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وما اسم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب، فهي تلتقي مع أبيه في جده كلاب. ومتى ولد صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه السلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي أراد فيه أبرهة الأشرم هدم الكعبة، فصدهم الله جلت قدرته عنها، وسجل ذلك في سورة الفيل. ولمحمد عليه الصلاة والسلام أسماء عديدة، أشهرها محمد وأحمد والمصطفى والعاقب والمتوكل. وقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، فقد توفي أبوه عندما كان يزور أقاربه بني النجار في المدينة المنورة، ورسول الله ما يزال جنينا في بطن أمه. فلما ولدته أمه أخذته حليمة السعدية لترضعه، وكانت هذه عادة في العرب، حيث كانوا يبحثون عن مرضعات لأولادهم. وقد كان عليه السلام تحت رعاية أمه آمنة، فلما بلغ من العمر 6 سنوات توفيت أمه، فكفله جده عبد المطلب. وما لبث جده أن توفي بعد عامين، فكفله عمه أبو طالب، وكان له من العمر 8 سنوات. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى برعاية نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان عليه السلام منذ الصغر حسن الأدب والسلوك، صادقا أمينا طاهرا عفيفا محبا للخير، ذو شخصية قوية ورأي صائب سديد. وجعله الله بعيدا عن اللهو والمجون، يحميه من كل ما قد يسيء إليه وإلى فطرته. وقد رعى عليه الصلاة والسلام الغنم لأهل مكة، وعمل كذلك بالتجارة مع عمه أبي طالب، فكان الناس يودعون ودائعهم عنده لصدقه وأمانته. وعندما ذهب في تجارة مع عمه إلى بلاد الشام لقيه بحيرة الراهب في مدينة بصرى، وتنبأ له بمستقبل عظيم، وحذر بحيرة أبا طالب من اليهود لأنهم سيحاولون النيل من ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد شهد عليه السلام حرب الفجار وعمره 20 سنة، وشهد كذلك حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، حيث اتفقت القبائل في هذا الحلف على أن لا تجد بمكة مظلوما إلا ونصرته على من ظلمه. وقد شارك عليه السلام في بناء الكعبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة، وبفضل حكمته وفطنته منعت حرب كادت أن تقوم بين أهل مكة. فقد اختلفت قبائل قريش على وضع الحجر الأسود في الكعبة، فكانت كل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود في الكعبة، وأخيرا اتفقوا على أن يحكم بينهم أول من يأتي إليهم، وكان رسولنا الكريم. فرح القوم لما رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: الصادق الأمين، الصادق الأمين. وضع القوم خلافهم بين يدي أشرف الخلق الذي توصل إلى حل يرضيهم جميعا، فقد أمر بثوب فوضع فيه الحجر الأسود، وأمر كل قبيلة أن تخرج رجلا ترضاه منهم فيحمل إحدى زوايا الثوب، فحمله الجميع ووضعوه داخل الكعبة، وهم فرحين بفطنة رسول الله وبحقنه دماءهم. يا له من تصرف ذكي. عرفت السيدة خديجة بنت خويلد خصال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما اشتهر به من الصدق والأمانة،
فطلبت منه أن يعمل لديها في التجارة، وكانت واسعة الثراء ومن أشرف قومها خلقا ونسبا. فعمل عليه الصلاة والسلام لديها فأربح لها تجارتها، فأعجبت به لأنه كان كامل الصفات، فعرضت عليه الزواج منها فوافق. وكان عمره عليه السلام حين ذاك 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة، فكانت له نعم الزوجة، وولدت له كل أولاده عدا إبراهيم. كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال كبير، فهم يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويأكلون الربا ويلعبون القمار ويدفنون بناتهم وهن أحياء خوفا من الفقر والعار. فكان رسولنا عليه السلام حزينا على ما آل إليه قومه من الضلال والكفر، فكان يذهب إلى غار حراء يخلو فيه لنفسه، يفكر في هذا الكون وعظمة خالقه. وفي أحد الأيام جاء الملك جبريل عليه السلام فقال له: اقرأ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه إليه ضمة قوية، ثم أرسله وقال له: اقرأ. فقال عليه السلام: ما أنا بقارئ، وتكرر ذلك 3 مرات. فقال له جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار خائفا مرتجف الفؤاد، ولما دخل على خديجة رضي الله عنها قال عليه السلام: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب. فغطوه حتى غشيته السكينة وذهب عنه الخوف. فسألته خديجة رضي الله عنها: ما الخبر؟ فأخبرها بما حدث، فطمأنته وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمي الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا ضريرا اعتنق النصرانية ويعلم ما في الإنجيل. فلما أخبرته بما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى. يا ليتني أكون شابا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة بن نوفل: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يوم انتشار دعوتك سأنصرك نصرا مؤزرا. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا لمدة 3 سنين، حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر في دعوته، وبدأ في دعوته بأهله كما قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلقي معارضة شديدة من كفار قريش ومن عمه أبي لهب خاصة. وأول من آمن به عليه الصلاة والسلام من الرجال كان أبو بكر الصديق، ومن النساء زوجته خديجة بنت خويلد، ومن الصبيان ابن عمه علي بن أبي طالب، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة. وبعد انتهاء 3 سنوات أمره الله جل وعلا بالجهر بالدعوة، حيث قال في محكم التنزيل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم جميع القبائل للإسلام، فكانت دعوته للناس عامة وليس لقوم من الأقوام بعينهم، حيث إن رسالته عليه السلام جاءت مكملة وخاتمة لجميع ما جاء قبلها من رسالات سماوية.
وقد أيد الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة خالدة على مر العصور تتحدى بلاغة العرب وعقولهم، وهي القرآن الكريم. فقد كانت معجزة كل رسول من جنس ما برع قومه به، وقد برع العرب في عهد سيدنا محمد صلوات الله عليه بالبلاغة والفصاحة، فأيد الله رسوله الكريم بالقرآن الذي جاء يتحدى بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء. فقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد حوى القرآن الكريم الكثير من علوم الغيب، والتي إلى عصرنا هذا لا زلنا نكتشف الكثير منها. بقي مشركو قريش على عنادهم وكفرهم، مع أنهم كانوا أدرى الناس بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من عند الله جل وعلا، إلا أن عنادهم وكفرهم جعلهم يتمسكون بكفرهم وعبادتهم الباطلة. جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانته عن ذلك. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. فوقف معه عمه أبو طالب وأيده. إن موقف أبي طالب موقف مشرف. إنه كذلك يا أحمد. لما فشلت محاولات قريش في رد نبينا الكريم عن دينه، أخذوا يعذبون المسلمين، فكانت كل قبيلة تعذب من أسلم منها. اشتد إيذاء كفار قريش للمسلمين، فأذن لهم رسول الله بالهجرة إلى الحبشة، حيث كان فيها ملك عادل. فخرج إلى الحبشة 12 رجلا و4 نسوة، وكانت هذه الهجرة الأولى، وكانت في شهر رجب من السنة 5 من النبوة. فلما سمع هؤلاء المهاجرون أن قريشا كفت أذاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عادوا، فلما اقتربوا من مكة علموا أن ما جاءهم من أخبار لم تكن صحيحة، وأن قريشا زادت في إيذاء محمد عليه السلام وصحبه، فرجع بعضهم إلى الحبشة، ودخل البعض الآخر مكة في جوار وحماية بعض من فيها. وعندما اشتد أذى الكفار للمسلمين، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، فهاجر إليها 83 رجلا و19 امرأة. ظلوا في الحبشة حتى سمعوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فعاد منهم 83 رجلا و8 نساء، وعاد الباقون عام خيبر في السنة 7 من الهجرة. كان المسلمون في مكة يتعبدون ويتعلمون أمور دينهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، خفية عن عيون مشركي قريش خوفا من إيذائهم لهم. وقد أيد الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه بإسلام عمه حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، فخرج المستخفون بدار الأرقم إلى المسجد الحرام يعبدون الله جهرة. عندما عاد رسولا قريش من عند النجاشي، وسمع كفار قريش بما كان من رد النجاشي عليهم، أجمعوا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، وألا يبايعوهم ولا يصاهروهم ولا يتعاملوا معهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة. حاصر مشركو قريش رسول الله وصحبه وبني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف في الشعب 3 سنوات حتى اشتد البلاء. فلما رأى بعض المشركين الذين كانوا كارهين لهذه الصحيفة ما حل بمن كان في الشعب سعوا إلى نقضها. فلما دخلوا إلى الكعبة لنقض الصحيفة وجدوا أن دودة الأرض أكلتها إلا جملة باسمك اللهم، فانفك الحصار. بعد نقض الصحيفة ب6 أشهر توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده ب3 أيام توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فاشتد بلاء المسلمين واشتد إيذاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أسمى عليه السلام هذا العام بعام الحزن. حاول مشركو قريش أن يثنوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته بكافة الطرق، فعرضوا عليه المال والسلطان والملك، إلا أنه رفض عروضهم، فلجأوا إلى إيذائه فألقوا الأوساخ في طريقه، وحاول أبو جهل أن يقتله بحجر، وألقوا بسلال مملوءة بأحشاء الحيوانات الميتة على ظهره وهو يصلي، وحاولوا خنقه عليه السلام، إلا أن كل هذا لم يثنه عن دعوته. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة يلتمس إسلام قبيلة ثقيف، وتحدث مع سادتهم إلا أنهم لم يؤمنوا به، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء يضربونه بالحجارة. وعندما أحس بشدة الألم تضرع إلى ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فناداه الملك جبريل عليه السلام أن الله أرسل معه ملك الجبال يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. إنه نبي قلبه مملوء بالرحمة والرأفة. أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج ليروح عنه أحزانه وهمومه بعد أن اشتد أذى المشركين له صلوات الله عليه وسلامه. فأسرى به ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالشام، وكان الإسراء على البراق، وكانت الملائكة تحف بالرسول صلى الله عليه وسلم من كل جانب، وجمع الله جلت قدرته الأنبياء في المسجد الأقصى، فصلى بهم رسولنا محمد إماما، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهناك التقى بعدد من الأنبياء، وجعلت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل الله أجرها ب50 صلاة. إذن هذه هي الحادثة التي تسمى الإسراء والمعراج. أحسنت يا أحمد، أحسنت. وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل قريش بالإسراء والمعراج في صباح اليوم التالي، أنكروا الخبر وأشاعوه بين الناس حتى يصرفوا من آمن به عن الإسلام، إلا أن قويي الإيمان
ازدادوا تمسكا بإيمانهم، وكان أشد المؤمنين به أبا بكر، ولهذا أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا على دعوته، يدعو القبائل في موسم الحج، ويلتقي بالناس يدعوهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان. وكانت قريش ترسل وراءه من يقول للناس: لا تطيعوه فإنه صابئ، أي مفارق لدين آبائه. وفي أحد مواسم الحج جاء مجموعة من الأوس والخزرج، وهما قبيلتان عربيتان تسكنان المدينة المنورة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وكانوا قد سمعوا من اليهود الذين يسكنون معهم في المدينة أن نبيا مبعوثا في هذا الزمان سيخرج، فانشرحت صدورهم للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ورجعوا إلى المدينة. فلما حضروا في الموسم التالي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم 6 منهم كلهم من الخزرج فأسلموا. فلما عادوا إلى المدينة دعوا أهلها إلى الإسلام، فلم تبق دار في المدينة إلا ودخلها الإسلام. فلما جاء الموسم الذي يليه جاء من المدينة 12 رجلا كلهم من الخزرج، فآمنوا وبايعوا الرسول الكريم على السمع والطاعة وبذل المال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ألا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروه إذا قدم عليهم. وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى، وكانت في السنة 12 من البعثة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث النبي معهم مصعب بن عمير وعمرو بن أم كلثوم يعلمان من أسلم منهم القرآن الكريم، فأسلم على أيديهما خلق كثير. لذلك يسمى مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. أحسنت يا ولدي، أحسنت. رجع مصعب بن عمير إلى مكة، وحضر في ذلك العام عدد كثير من أهل المدينة مسلمين وغير مسلمين. وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية 73 رجلا وامرأتين، وبايعوه على النصرة. وكان أول من بايعه البراء بن معرور، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، 9 منهم من الخزرج. وهذه هي بيعة العقبة الثانية. أنت ممتاز يا بني. نعم، إنها بيعة العقبة الثانية. وعندما علم مشركو قريش بهذه البيعة اهتابوا وخافوا من أن تقوى شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتآمرون لمقاومة هذه القوة الجديدة. ففي تلك الأثناء أذن الله عز وجل للنبي وصحبه بالهجرة إلى المدينة المنورة، فأخذوا يهاجرون أفرادا وجماعات. اجتمع مشركو قريش للتباحث في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن يكون عليه مصيره. احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه الباب حتى يموت. نخرجه من بين أظهرنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. نأخذ من كل قبيلة شابا قويا، نعطيه سيفا صارما، ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل. ولن يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعا، وهنا يرضون بالدية. نعم الرأي. أخبر الله جلت قدرته نبيه محمد بالمؤامرة التي حاكها المشركون ضده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه تلك الليلة ويتغطى ببردته، لذلك سمي أول فدائي في الإسلام. وبينما الرجال
الذين اختارتهم قريش لقتله عليه السلام ينتظرونه عند باب بيته. خرج من البيت دون أن يروه، وبيده حفنة من التراب ينثرها عليهم، وهو يتلو أول سورة ياسين إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى من بينهم دون أن يحسوا به. ولما أصبح الصباح مر بهم رجل فسألهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر محمدا. لقد خرج من بيته. لا، لم يخرج، فنحن هنا منذ وقت طويل. فخرج إليهم علي بن أبي طالب فسألوه: يا علي، أين محمد؟ أجابهم علي بن أبي طالب: لا علم لي به. فجن جنون كفار قريش وأرسلوا خلفه من يطلبه. رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسارا حتى وصلا إلى غار ثور، فأقاما فيه 3 أيام. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش، وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم قريبا من الغار ويزودهما باللبن. كان العديد من مقتفي الأثر قد تعقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آثار أقدامهما تقودهم إلى الغار، إلا أنهم كانوا يستبعدون وجود النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلما توقف مقتفو الآثار عند الغار وسمع أبو بكر كلامهم يزداد خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك ب2 الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وبعد أن خف طلب الكفار له خرجا من الغار متجهين إلى المدينة على راحلتين.